في الجيش الإسرائيلي بيتكلم بوضوح وبشفافية كبيرة جدا. الكلام بتاعه إن إحنا دخلنا غزة، لقينا نفسنا مش قادرين نطلع الرهاين. كلام الراجل منطقي. ودخلنا لبنان ما تقدمناش إلا بضع أمتار. يا جماعة ركزوا في الأرقام، أمتار. وخدنا من سوريا جبل الشيخ والقنيطرة لعدم وجود الجيش السوري أصلا. ماذا لو اصطدمنا بالجيش المصري؟ الراجل بيتكلم كلام منطقي جدا وكلام دمه خفيف للغاية، والراجل ده حقق لينا انتصار قدام جماعة الإخوان. إزاي؟ جماعة الإخوان بتقول إن الجيش بتاعنا جيش مكرونة. قام العدو بتاعك الأول بيقول لحضرتك أنا هتدفن في سينا لو اصطدمت بالجيش المصري. يا الله أكبر. كده ربنا يحفظ مصر ويبعد عننا كل الناس الحاقدة زي الإخوان المتحالفة مع إسرائيل. واضح جدا في سوريا، واضح جدا من الشغل بتاعهم مع بعض ضد مصر، وبقت الصورة واضحة. وربنا يحفظ مصر والقادم أحسن بإذن الله. تحياتي.